تعتبر ولادة الفيل أمرا جديدا يجعلنا نكتشف روعة هذا الكون وعظمة خالقه، فهذا الحيوان يولد بطريقة مدهشة للغاية، وهذا ما سنراه في هذا المقطع. قبل أن نبدأ لا تنسوا الإعجاب بالمقطع إن كنتم تحبون هذه النوعية من الفيديوهات. هيا بنا. تكون مدة الحمل عند الفيل عادة 2 وتمتد أمور الولادة في بعض الأحيان إلى 5 سنين، وعادة ما تحصل الولادة في الفصول الرطبة، ويبلغ طول صغير الفيل 85 سنتيمترا، ويبلغ كذلك وزنه 120 كيلوغراما. في العادة يولد فيل واحد، ولكن حدوث ولادة لتوأم تحدث أحيانا. مدة الحمل الطويلة نسبيا لأنثى الفيل تسمح للجنين بالتطور بشكل أفضل، بما يشمل نمو الرأس والخرطوم. تعتبر ولادة الفيل أمرا جديدا يجعلنا نكتشف روعة هذا الكون وعظمة خالقه. تتميل أنثى الفيل يمينا وشمالا محاولة إيجاد وضع مريح إلى أن تضع مولودها. ها قد بدأ الغشاء الجنيني بالنزول حاملا في ثناياه جنينا يبلغ 120 كيلوغراما. تنتظر أنثى الفيل بقلق صغيرها ليبدأ التنفس معلنا الحياة. تبدأ الأم بدفع صغيرها بمهل على الأرض محاولة إعطائه النفس الأول بعد عدد ركلات غير مؤذية إلى جسده. يزداد قلق الأم وتعمل على حمل صغيرها من خرطومه، فترفع رأسه قليلا عن الأرض وتحركه قليلا وتدعه أرضا ليأخذ نفسه الأول معلنا استعداده للحياة. تعد الفيلة المولودة حديثا من الحيوانات المبكرة النشاط، فهي ما إن تبدأ التنفس وبعد عدد من الدقائق تبدأ بالوقوف والسير لملاحقة الفيلة الأم وبقية القطيع. عادة ما يكون الفيل حديث الولادة محط اهتمام القطيع، حيث تقوم الفيلة الكبيرة والصغيرة بإحاطة الفيل حديث الولادة ومساعدته على السير، وذلك بمساندتهم له بأجسامهم خلال الأيام الأولى له. يختلف سلوك اللعب لدى الفيلة بين الجنسين، فيكون لعب صغار الفيلة الإناث بالمطاردة والملاحقة، ويكون سن النضج لديها في 9 سنوات، بينما صغار الفيلة الذكور يكون اللعب لديهم بالعراك، ويكون سن البلوغ لديهم في السنة 4 و15، ويمكن أن نأخذ سن 18 كسن البلوغ لكلا الجنسين. تتميز الفيلة بطول عمرها نسبيا، حيث يتراوح عمرها بين 60 إلى 70 سنة، ويصل عمر الفيل الأسيوي الذكر إلى 86 عاما. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقطع. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى تتوصلوا بكل ما هو جديد يوميا. إلى اللقاء.